ودلوقتي جه ميعادكم مع برنامج انشكح مع ندى وندى على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل والمايك بتاع دودو جاله برد زي ما انا كان عندي برد تقريبا. انت تقريبا عدتي من هناك ولا ايه؟ مش عارفه والله يعني المهم هنكمل الانترو اللي ما تكملتش. معلش يا جماعه بنتاسف لكم على العطل اللي حصل ده. احنا طبعا سيزون 2 حاجه جديده جدا. احنا كنا شرحنا الفقرات قبل كده ماشي، بس طبعا هنعيد شرحها تاني. حاجه بصراحه حاجه هنعيد شرحها تاني عشان دودو طبعا معانا، فهنعيد لكم الشرح تاني من اول وجديد. تمام طبعا. اول فكره طبعا هي قاموس الانشكاح، يمكن ندى قالت عليها قبل كده. وقاموس الانشكاح ده عباره عن كلمات للبنات او للولاد، دي هتبقى موجوده في كل حلقه حاجه مختلفه، وبتمنى من الناس ان هي تقترح علينا حاجه نقعد نتكلم عليها كتير ونعرف بقى ايه السبب وكده. على فكره قلت الكلام ده كله وانتي مش موجوده، بس يعني بديكي فرصتك تاني. تديني فرصتي، انا شاكره لذوقك. ده كرم اخلاق على فكره. اديكي فرصتك تاني ان انت تقولي الكلام ده للناس. لا احنا بنفكرهم، يعني احنا برضو بنفكرهم لان ده لسه تاني حلقه للسيزون، يعني بالنسبه لي اول حلقه طبعا. فهنبدا مثلا اول 3 حلقات كده نفكر الناس تاني لان هي متعوده على نظامنا القديم طبعا. فاحنا قاموس الانشكاح هو انا كان في حاجه يعني، بس كنت عايزين نفكر الناس بيها يا جماعه. انا قلت ان في مسرحيه وفي اغنيه، عشان انا المره اللي فاتت ذكرتها في الاخر خالص ماشي. احنا هنعمل مسرحيه انا ودودو طبعا، ربنا يستر. واغنيه برضو كده حلوه لبرنامج اصلا ربنا يستر برضو. ولو عندكم اي اقتراحات يعني يا ريت ربنا يستر، ما ربنا هيسترها ان شاء الله. لا انا في مره لما عملت كان في اغنيه شغاله انا بحبها تقريبا في البحر سمكه، تقريبا كانت حلقه عن الاطفال. وانا اندمجت والاغنيه خلصت ودخلنا وانا بغني برضو. يعني ساعتها كان معانا ساره اعتقد. لا حلقه تانية كنا لوحدينا. فطبعا كان نشاز موت، فانا خايفه من هذا الموضوع. يعني لا مفيش نشاز ولا حاجه، ان شاء الله هتبقى كله زي الفل وكله تمام. احنا بنخوف الناس من قبل ما نبدا ولا ايه حاجه. اهدي. لا الاغنيه دي هتبقى اغنيه عن السعاده، حاجه احنا هنبتكرها يعني. وطبعا لما ننزلها هنقترح على الناس ان هم يعملوا حاجه زيها ويبعتوها لنا، هنشيرها لهم على الفيسبوك، ودي حاجه هتبقى لطيفه جدا وهتزود التفاعل ما بيننا وما بين المستمعين، ودي حاجه هتبقى زي ما انا بقول تبقى وهميه يعني. طيب نبدا بقى في حلقتنا. نبتدي. بس قبل ما نبتدي قوليلي ال6 كومنتس دول ايه؟ ده انا عشان بس انا جيت ونورت الاستوديو كله، فالناس بتحتفل بيا وانا كومنتس جامده جدا. اتقال لي حاجه ان العيب ما كانش فيا تقريبا. العيب كان في محمد عادل. لا مع الاحترام يعني، مع الاحتفاظ بكل الالقاب. واستاذ محمد عادل اصلا مهندس صوت معانا النهارده، هيبهدل لنا الدنيا. فلا طبعا استاذ محمد عادل كان عامل حلقه كويسه جدا. وطبعا شرف انشكح ان هو ملا مكاني ساعه لما كنت تعبانه. فده يشكر جدا ان هو عمل حاجه زي كده. وبس برضه ده حاجه، وان انا برضه ابقى موجوده ده حاجه تانية خالص. ده كده بتخبط في محمد عادل بقى كده ما ينفعش. وانا بهدي النفوس بصراحه. انشكح يا محمد. الناس بس عشان متعودين مع ندى مش عارفه ايه، فمتعودين ان التفاعل دايما مع بعض. ما الناس اصلا مستغربه، لقوا البوست مكتوب عليه ندى ومحمد عادل. يا نهار ابيض، هي ندى التانية راحت فين؟ طب يا جماعه ندى التانية عيانه، طب انت ازاي تطلعي قلت لهم قدر يعني بجد. ما كانش في صوت فعلا الجمعه اللي فاتت. لا ما كانش في صوت، بمعنى ما فيش صوت. انا يمكن عندي لسه بقايا برد. انا لما كان عندي برد كان عندي صوت شويه. اي نعم الصوت كان صباح الفل يعني. لا انت كان عم احمد قاعد جنبي. ما انا ما رضيتش بصراحه يحصل لي اللي حصل فيكي. احسن. وكمان ما ينفعش ان احنا نطلع بصوتنا بايظ. لا الحياه لطيفه. طب احنا خرجنا بره الموضوع ويعني هنكمل. سؤال حلقتنا النهارده ايه الحاجات اللي بتبسط البنات والولاد؟ طبعا الحاجات اللي هتذكروها دي هتبقى جوه قاموس الانشكاح، اللي احنا ممكن في اخر السيزون ده نعمل بوستر كبير ونملى كل الكلام اللي الناس قالته واللي احنا قلناه. تاني عشان حضرتك فاتك الحلقه اللي فاتت كنت نايمه وما كنتيش بتسمعينا. كنت تعبانه. اعمل ايه؟ قلنا ممكن نعمل كتاب. ما هو بوستر او يعني مش بوستر. حاجه كتاب وننزله في المكاتب، وده يبقى قاموس الانشكاح لبرنامج انشكح مع ندى وندى. سلام، تسلموا لي والله.
يعني حاجه زي كده. انا فيما معناه ان انا كنت عايزه اقول حاجه زي كده، وده طبعا هتبقى حاجه حلوه جدا. طيب ده السؤال اللي انت قلتيه ده سؤال الفقره الاولى يا جماعه، عشان احنا معانا سؤالين في الحلقه يعني. بنفكر الناس ان احنا بقينا ساعتين من الساعه 1 من 2 ل4 لا 4 كل جمعه، مش كان خميس وجمعه زي زمان بالظبط. ورقم تليفون البرنامج يا جماعه، انا خلاص ظبطنا ارقام تليفوناتكم مش هناخدها، خلاص سيزون جديد مختلف لو سمحتي. رقم تليفون البرنامج 011 1760 1760 وشاركونا واسمعونا على الساوند كلاود واليوتيوب والفيسبوك راديو MTI. الحمد لله ما غلطتش. الساوند كلاود صح. لا واضح ان السيزون 2 ده فيه تقدم عالي جدا الحمد يعني. لله. انا مش عارفه ابتدي بالموضوع ولا ابتدي بالكومنتس، يعني انا مبسوطه جدا، انا نبتدي متشكره. بالكومنتس معلش، نبتدي عشان بالكومنتس ما ننساش الناس ونخليهم للاخر برضه. اوكي. اول كومنتس من اريج تقريبا احمد السلام. كاتبه الاكل السلام. كاتبه الاكل ده اكتر حاجه، يعني ده بالنسبه للقاموس الانشكاح بتاعها، الاكل ده اكتر حاجه بتخليها مبسوطه ومنشكحه، مع انها الصوره بتاعتها رفيعه رفيعه جدا. مش مركزه بس اعتقد لا ملهاش علاقه الموضوع ده، ملهاش علاقه. لا 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 لا. مفيش حد فينا ما بيحبش الاكل بصراحه، خلينا واقعيين، كلنا بنحب الاكل خاصه الحلويات. تحب الاكل يا محمد؟ بحب الاكل برضه. محمد ما بياكلش اصلا. تاني كومنتس آية برضو تقريبا احمد. لا آية الاولانيه اريج. طيب ما هي آية برضو تقريبا احمد الالفي الاولاني كان السلام. البنات بيبسطها البساطه والتقدير طبعا. اي بنت لما يكون حاجه بسيطه او حد بيقدرها وبيهتم بيها، دي حاجه بتبسط كل بنت طبعا. طبعا دي حاجه لطيفه جدا. تالت واحد من محمد دياب كاتب الولد كائن غلبان جدا. تمام. اقل حاجه بتبسطه يعني ساندويتش فول ممكن يبسطه، ممكن اغنيه كان يسمعها وهو صغنطط، هو كتبها كده تبسطه، ممكن كلمه حلوه من حد بيحبه تبسطه، ده احنا غلابه. والله يا محمد اشك. انت مش غلابه خالص، ده احنا اللي غلابه والله. لا كل واحد من وجهه نظره ان هو يعني انتوا غلابه واحنا غلابه. على فكره انا معاه فعلا، هما الولاد يعني اقل فعلا حاجه. تاني مؤيد ومعارض، بس فعلا الولاد اقل حاجه ممكن تبسطهم. لا احنا هتروحي تاكلي فين؟ مش عارفه تاكلي فين. لا هم فعلا ساندوتش فول. لا ايه. انا علقت. لا بجد يعني في بس اسمع، يعني في بنات نصها كده ونصها كده، وفي ولاد نصهم كده ونصهم كده. لا لكل قاعده شواذ. هو بصي، هو الولاد فعلا اقل حاجه ممكن تبسطهم. لو اصل حوار اغنيه تبسطك دي اعتقد البنات هي فيها يعني الحته دي. اغنيه تبسط البنت. الاغاني كنت بسمعها وانا صغنطط، هو كاتب كده حاجات القديمه يعني. لا الذكريات والكلام ده زيك احنا زيك احنا انقرضنا ولا ايه؟ انقرضنا، احنا مش موجودين. لكن هم فعلا هم اقل حاجه ممكن تبسطهم. اغنيه ساندوتش فول زي ما هو بيقول ده فعلا يا محمد. على العموم كومنتس حلوه جدا منك يا محمد. اللي جايه بتاعتك. لا انا اللي هقولها. والله ممكن اقولها، ما عنديش مشاكل. احنا بنتخانق دايما على نفس الشخص لما نيجي نقرا الكومنت بتاعته. تمام. محمد نبيل طبعا صديق البرنامج اكيد. عايزين رايك يا محمد نبيل صحيح في السيزون الجديد يعني. يا مساء الياسمين واللافندر عليكم، مساء الفل عليك يا محمد. طبعا اكتر حاجه بتبسطني هي اني اشوف اللي حواليا مبسوطين، ده طبعا دي اكتر حاجه بتبسط كل الناس، واني اكون سبب او حتى اساهم في فرحتهم برضو. احنا كمان احنا طبعا مبسوطين لان احنا بنساهم في فرحتكم انتوا. اي هوب يعني بتمنى كده. ما انا يعني مش متاكده من الكلام ده، بس يعني عندي لا اعتقد في ناس كتير يعني يعني ناس بتشوفني وكده كانت تسمع البرنامج سواء في الجامعه اعرفهم او ما اعرفهمش على فكره، قرايبي مش عارفه ايه. بجد لما بنسمع برنامج بننبسط، بنستناه كده، فدي حاجه بتبسطني. طيب نكمل بقية الكومنت. والاكتر من كده هو حبهم ليا، وده لوحده نعمة من عند ربنا. اكيد طبعا لما حد يكون بيحب حد ده نعمة من عند ربنا، او بيحبب خلقه فيه. بالظبط كده. تمام. دي نعمة كبيرة من عند ربنا. طيب الكومنتس الخمسة. إيهاب أشرف بيقول بالنسبة للبنات مشاركتها في إحساسها والخروجات، وبالنسبة للولاد الأكل والجيم.
الحمد لله في بنت قالت الاكل وفي ولد قال الاكل، ففي اجماع على ان الاكل. طب يا جماعه احنا نعمل له حلقه خاصه الاكل. الاكل هيتعمل له حلقه خاصه جدا، وممكن النهارده نتفرغ للاكل. خلاص احنا النهارده هنتكلم عن الاكل. احنا سايبين الاكل الاندرو يعني اندرو احنا مش هنخش في الاكل قوي، بس يعني احنا برضو احنا لينا تخصص. طب ما احنا ممكن ندلع نشكحهم وكرشهم بكل حاجه. ممكن نستضيف اندرو معانا. حلو جدا. تمام اندرو يونان، برنامج دلع كرشك، استنونا قريب معاه. حلو كده. طيب. لسه يعني الكومنتس هنفصصها. هو بيقول بالنسبه للبنات مشاركتها في احساسها، يعني انت لما تلاقي مثلا باباكي، مامتك، اختك، صاحبتك، اي حد في الدنيا انتي مبسوطه فبيشاركك فرحتك وهي وكده يعني. انتي متضايقه يقولك معلش، مع اني ما بقتنعش بكلمه معلش اصلا، لانها لا بتجيب ولا باي حاجه، ما حاجه. بس بيساندك على العموم. فدي اعتقد حاجه في البنات جدا. ايهاب والخروجات طبعا. بصوا الخروجات بالنسبه للبنات اللي خلينا واقعيين، عشان بس ما نلفش وندور بمعنى الكلمه، بمعنى كلمه المصريين بقى، ليك ولينا يا ايهاب، مش لينا احنا بس. على العموم اخر كومنت وايت روز، مساء الورد عليكم، انا هقول لكم مساء الياسمين واللافندر بتاعت محمد نبيل. خير عليك يا اميره. يا وايت روز. الاولاد مفيش حاجه. ايه ده؟ اولا الولاد مفيش حاجه بتبسطهم، اما البنات حاجات كتيره بتبسطهم. يعني بصي انتي بصي هم فوق متخانقين وتحت بيتخانقوا يعني. لا بيتخانقوا مين ده؟ يعني في حد قال الولاد غلبانين جدا والتانية هي بترد عليه تقريبا. لان البنات من جوه كائن رقيق. انا هيطلع حواليا قلوب دلوقتي. لا والله بجد صح على فكره. كائن رقيق في المشاعر، واكتر حاجه بتبسط البنت تقدير الناس ومعامله الطيبه. اكيد. التقدير ده في اجماع على التقدير. بصي هو طبعا كل اللي انتي بتقوليه كويس يا وايت روز ايا كان يعني، بس برضو محمد دياب لما بيقول ان الولد كائن غلبان، ده فعلا هو كائن غلبان. والبنات برضو فعلا قال حاجه بتبسطهم وكائن رقيق. البنات بس البنت برضو يعني كائن رقيق وكل حاجه، بس مش كل البنات كائن رقيق، ومش كل الولاد غلابه. في ناس يعني هنتخانق على زي ما كنت بقولك كل قاعده شواذ، مش كل الولاد. دي اراء يا رمضان. ايه يا رمضان ما بتهزرش. دي كانت الكومنتس اللي عندنا حاليا. بقول للناس برضو بعتوا لنا اكتر ارائكم على الراديو MTI على الفيسبوك. هنطلع فاصل كده، نطلع فاصل وبعدين نخش في موضوع الحلقه الحقيقي. اوكي. تتخانقوا ليه مع بعض ليه؟ بس استنوا، ده ضحكة واحدة ممكن تحل شكلكم. بص لبكرة تتحل مشاكلك في ثانية، زي ما قالوا اضحك تضحك الدنيا. ضحكة واحد مكسوف معزوم على الفطار، ضحكة واحد لرئيسه بس اضطراب، ضحكة صفرة على نكتة كانت بايخة، ضحكة بنت حلوة من حب دايخة، ضحكة لو خبطت العربية سقطت في الكلية نسيت الهدية، ضحكة لما تبص في تليفونك ويحمر لونك قال ايه مخبية، ضحكة من القلب هتعدي مش ممكن هتنسي هتلف الدنيا، تتقرب مفيش جو مكهرب
انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ولسه مكملين معاكم في برنامج انشكح مع ندى وندى. طيب عايزه افكر الناس سريعا كده بتليفون، رقم التليفون 011 1760 1760. وسؤال الفقره الاولى: ايه الحاجات اللي بتبسط اي بنت واي ولد او اي راجل او اي ست؟ مش شرط البنات والولاد بس يا جماعه، عشان خاطر احنا مش عشان خاطر احنا بنات صغننين يعني يبقى خلاص احنا بنتكلم البنات او الولاد. كله تمام. ايه هنخش في موضوع الحلقه بقى عشان كل ده. وما تنسوش تسمعونا وتشاركونا على ساوند كلاود واليوتيوب والفيسبوك راديو MTI. بكملها لك. طيب اوكي. نخش في موضوع الحلقه. هنتكلم برضو بشكل عام، والضحكه بتاعتي انا كنت بضحك، انت ضحكتي برضو على رأي العسيلي. هنتكلم برضو بشكل عام، يعني انا حابه النهارده برضو ما نخصش حاجه قوي. هنتكلم عن حاجات كتيره زي ما الناس قالت، الاكل يعني مثلا بنت سيف الاكل، احنا برضو هنخصص لها حلقه. لما اي حد في الدنيا يقول لها تسلم ايدك الاكل تحفه. ثانيه واحده عشان انا قلت حاجه يعني قبل ما نخش الحلقه كده، ندى قالت لي ايه ده؟ لا انت قلتي حاجه تانية، انت قلتي نفسك حلو في الاكل. تسلم ايدك الاكل تحفه. ماشي يا جماعه، مش لما بنت او اي واحده لما بتعمل اكل حلو جوزها باباها اخوها اي حاجه يقول لها ما شاء الله نفسك حلو؟ الحقيقه عمري ما اخويا ليكي المعلومه دي. بنشكح. بصي انا بصراحه يعني انا عندي اخويا اول ما يقول لي مش حلو اعرف ان هي عاجباه على طول، يعني ما فيش بيضايقك عشان بيضايقك. دي حاجه بتخليني منشكحه بصراحه. تمام يا جماعه، احنا برضو البيوت المصريه برضو عشان احنا بنكلم كل الناس يعني بيقولوا حته نفسك دي، عشان لما بتعملي شاي نفسها. في ناس بتعمل شاي حلو عشان مش وحش، نفسها حلو في الشاي. ما هو يعني هي الكلمه بتستفزني، يعني بتنفس في الشاي يعني ولا بعمل ايه؟ دول المصريين بتنفخ فيه. على رأي أستاذ الكبير محمد عادل. بتنفخ فيه. تقول عادل إمام. لا مش للدرجة. لا بجد يعني تسلم ايدك الاكل حلو جدا، ما تغيرش الموضوع. ماشي. الكلمه دي بتسعد اي واحده في الدنيا، سواء بقى كبيره صغننه. لو طفله جابت عملت كوبايه شاي الله تحفه، حتى لو هي انا ماما لما بتعمل اكل، بغض النظر يعني ماما لما بتعمل اكل ماشي واجي اقول لها على فكره النهارده مش عاجبني، يا لهوي الكلمه دي بتضايقها جدا. مش عامله لكم اكل تاني. ايوه. لكن لما تقول لها حتى لو مش حلوه، شايفه ان هو مش حلو، تقول لها على فكره حلو. انا بصي انا من الناس اللي بتاكل ما تقولش حلو ولا مش حلو، ممكن تسالني ولا حلو. طب انطقي، طب قولي اي حاجه. حاسه تذوق ولا نظامك؟ طب انطقي قولي اي حاجه. ماشي ما شاء الله. جميل، تسلم الايادي. لا يعني فعلا دي حاجه. واعتقد يعني مثلا لو بتاخدي بالك في البرامج الشيف لما حد يقول له ده فظيع ده مريع تسلم الايادي يا جمال يا جمال، يبقى مبسوط. يتكاتوا. لا بيبقوا مبسوطين جدا يعني، سواء للولاد برضه او للبنات. اعتقد دي حاجه عشان في شيفات شباب يعني. اكل الولاد احلى من اكل البنات، وده اندرو هيقول لنا عليه ان شاء الله. هو في انت مالك النهارده؟ ما بقولك مؤيد يعني ده مش اسلوب ترحيب بعد اسبوع غياب. يعني معلش يعني خليها عليك انت المره دي. خليها عليا. طيب انت لسه على فكره انت يعني بتيجي عليا عشان لسه عندي اثار البرد واحتقاني. لا حضرتك عديتي المايك بتاعي، فانا يعني هقول لك ايه. الله يسامحك. ماشي يا ندى. زي ما ندى كانت بتقوله على الغريب جدا ان احنا لما حد يعمل حاجه ونقول له ما نعلقش، او نقول له لا بس مش زي المره اللي فاتت كانت احلى، تلاقيه بصت لك كده ما تاكليش. خلاص قومي. بيتضايقوا جدا يعني، في ناس بتتضايق فعلا جدا. لازم تقولي كلمه حلوه. ليه بيتضايق؟ انا بقول رايي. انت طلبت رايي فانا بقوله لك. ليه بتتضايق بالنسبه لك انت لما زي الناس بتوع الريستوران كده لما يجيبوا مثلا حاجه ما تبقاش سخنه، اقول لهم لو سمحت رجعها مش سخنه. عارف تحس ان هو يعني لا اكليها، عارف ان هي حلوه. لا ثانيه واحده، مش سخنه غير مش حلوه، فاهمه؟ فيها اي عيب يعني كده على العموم. سخنه دي ده عيب مش منه، هيسخنها وخلاص خلصنا. بس لما بتقولي ان في عيب في الاكل بيتضايقوا يعني. انت قابلوها بانشكاح كده وعادي ممكن تحسنوا منها. في ايه يا جماعه؟
قالوا احنا عايزين الناس كلها تنشكح، فلازم نقول احنا الناس كلها طالبين- اكلها حلو. اكلكم حلو يا وتسلم جماعه إيديكم. والله، حتى لو وحش بس رسالة الى كل الامهات المصرية تسلم ايديكم. لا ده كان على الاكل. على العموم احنا بنتكلم بشكل عام بشكل النهارده عام. في الحلقة، مش مخصصين حاجة معينة نتكلم عليها. ايه تاني ده ممكن تبسط اي بنت اي ولد؟ بصي، هو اي بنت واي ولد ماشي في يعني مثلا زي ما قلنا كلمه خروجه ماشي، يلا نخرج. سبحان الله. بصي يعني عارفة، كان في كوميكس مرة قريتها، معرفش احنا كنا قلناها في حلقة ولا لأ. لما بنت ممكن تبقى تعبانة جدا او يعني منظفة مثلا سي وكده، ويجي مثلا اخوها باباها جوزها يقول لها يلا هنخرج، ترى مقولة يحيى العظام يا روميو كانت كوميكس كده. فهو البنات فعلا كلمة الخروج بالنسبة لهم قمة السعادة والانشكاح. بس في حاجه بقى، في اتفضلي. فرق بين البنت والولد. البنت لما تقولها يلا نخرج ماشي، يلا نخرج دي بتبقى في قمه انشكاحها لما بتخرج يعني في فرق بين انشكاح البنت وانشكاح الولد. الولد اصلا على طول خارج. البنت لما بتخرج مع اهلها بتبقى منشكحه ومش عارفه ايه، وبرده مع اصحابها. الولد بينشكح مع اصحابه، مع اهله لا. مع هو اساسا في يعني اختلاف. الاختلاف من وجهة نظري ان مم. البنت مش يعني في مجتمعنا طبعا مش طبعا متاح لها الخروج دايما، فكلمة خروجها بالنسبة لها تبقى اكثر سعادة من الولد، لان الولد 24 ساعة في الشارع. 24 ساعه في الشارع. وفي ولاد مش 24 ساعه في الشارع، بس كلمه خروج بالنسبه لهم بتبقى عادي تعني يعني. صحابهم. عادي يعني، مش حاجة، مش إضافة بالنسبة لهم. مم. مش حاجة الواو. بس البنات دي يمكن الكلمة دي بتمثل سعادة أكبر للبنات أكتر من عشان الولاد. على طول قاعدين في البيت، نضفوا مذاكرة، ما بينزلوش تقريبا غير للجامعة، صحابهم ما بيشوفهمش غير في الجامعة. ده غير الناس اللي بتشتغل كمان يعني. والاجازات طبعا انا تقريبا انا ودودو اهو بقالنا دي 4 سنة صحاب. ما خرجناش بقالنا تقريبا سنة ولا 2 سنة ونص. ما خرجناش خروجه على بعضها تقريبا، يعني احنا بقالنا 4 سنين صحاب، ما خرجناش في ال4 سنين مع بعض غير كم مرة. تقلبيش عليا المواجهة يا بنتي. يعني احنا ومحمد عادل اهو برضه سنة ونص شغل. سنة ونص شغل. يمكن احنا في سيزون 1 اتكلمنا عن حلقة الناس اللي بتندمج جدا في شغلهم بينسوا فرصة ان هم يخرجوا. فدي حاجة برضو بفكركم تاني، احنا مش بنعيد كلام، احنا بنناقشه بطريقة مختلفة. هنناقش الكلام بطريقة لذيذة ومختلفة، بنعمل ريفرش كده للناس عن الحلقات القديمة مع الحلقات الجديدة. زوري بيوجعني. لا انت بقى ايه، انت لازم تاخدي كده يعني الموضوع ده حاجه عشان كده ما ينفعش. لا انت تمام، انا معاكم. انا عايزه اقول لكم ان كله وحشني والله، ان ندى اصلا مع ايه، انا اللي عاديها تقريبا. خلاص بقى، انا قلت لهم على الفكره في الحلقه اللي انت كان صوتك رايح فيها وتعبانه، قلت لهم يا جماعه ندى محمد شكلها تعديني، وما عداش اسبوعين والحمد لله تعديت. يا جماعه انا اللي عاديها، فانا ما اقدرش افتح بقي واتكلم، بس هو ربنا عايزك يعملك بجد. ده قدر قدري. تمام. ايه تاني يا ندى قلنا غير الخروج؟ الولاد مثلا. اي خدمه هجيلك معاهم. لو قلت لهم مثلا باباهم انا جايب لك هديه، وطلعت الهديه دي لابتوب، عربيه، طبعا هما ما بيبصوش للواد والكلام الفاضي ده، لا. هما بيبصوا للحاجات الاعلى قيمه على طول. فدي بتمثل لهم عربيه جديده او تليفون جديد، لابتوب جديد. ما تقوليش زوري بيوجعك انت كمان. دي بتمثل لهم برضه قمه الانشكاح والسعاده. يعني ايه بقى السعاده في كده؟ معرفش. فاكره مره كان حد قبل كده قال لنا السعاده بالنسبه لي ان انا اخد العربيه وافضل الف بيها. ايه اللطيف في كده؟ ايه بقى؟ كان شادي مهندس صوت معانا، هو اللي قال لنا. مش فاكره والله، بس يعني كان ايه بقى وبعدين هو اللي قال لنا الكلام ده. بصي، هو سعاده بالنسبه لهم ان هم بيبقوا مع اصحابهم في العربيه، بيفضلوا يلفوا ماشي. اللف ده بيبقى هزار ضحك. بقلش على الهوا. بصوا يا جماعه، احنا كنا معانا حلقه عن القلش ماشي، فواضح ان ندى لسه متاثره بيها، مع محمد رأفت قلاش الراديو MTI اصلا. فواضح ان هي متاثره لسه بيها. لازم ما تحرجنيش. ما حكيش، ما تقليشيش تاني يا ماما. اوكي.
طيب كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول هما اللف مع اصحابهم في العربيه، ايا كان بقى بيلفوا على رجليهم في العربيه الكلام ده، بس دي حاجه بتساعدهم. هما ايا كان هما مع اصحابهم هزار ضحك، لكن احنا بنبقى مركزين في الطريق، ما هنهزرش ما بنضحكش، لازم ننزل نقعد في مكان. ما هو ده الانشكاح، هما بينشكحوا بطريقه مختلفه. ايه الانشكاح في السواقه وخاصة في القاهرة الكبرى؟ بالنسبة للولاد انهم يرخموا على الناس. صح كده، انا بقول برضو ده بالنسبة لهم، معلش سوري نقول اي ولد بقى. احنا قلنا نقول للناس هنعمل حلقة عن السواقة، هنعمل حلقة عن ما عملناش اي حاجة وما عملناش الحمد لله، لان كنت حاسة قلبي حاسس ان احنا لو عملنا حاجة زي كده ممكن مش عارفة يعني كنت حاسة ان هنلاقي هجوم رهيب علينا، فما حبيناش يا جماعة، مش ناسيين. انا حبيت اقول لكم يعني حاجة زي كده. كلمة في تاني ممكن يبقى يتحط في قاموس الانشكاح. في حاجة، بس انا يعني انا ما بقتنعش بالحاجة دي. لما حد يقول لحد بالنسبة للبنت ماشي كلمة حب بالنسبة لها ايه؟ نعم، بغض النظر عن كلمة حب، ممكن يكون حب الأصدقاء بالظبط، حب الأهل. لا، ما هو في ناس بتاخد حب دي بطريقة مش اللي احنا واخدينها، طريقة غلط. ممكن قبل ما نكمل هناخد تليفون معانا، نقول الو. الو الو الو، ايوه مين معانا؟ بسمة. ازيك يا بسمة احمد؟ تمام الحمد لله. نعم، انت بسمة احمد؟ ايه بسمة احمد؟ لا بسمة بس طيب. ازيك يا بسمة بس؟ ازيك يا بسمة؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ الحمد لله. صوتك فيه انشكاح. لا خالص. ليه كده؟ ده بس كده عشان البرنامج. بس عشان البرنامج. طب اسمعينا. لو سمعتينا هتنشكحي. ايوه لا ما بقولكش عشان البرنامج بس مش اكتر. سمعتي سؤال حلقتنا يا بسمة؟ لسه سامعاها من شويه. طيب عايزه اقول حاجه. قولي. يعني عايزه اقول لك على حوار العربيه ده. ايوه برضه في ناس البنات بالنسبه لها عادي اللف بالعربيه ده حلو برضه. تمام، مش وحش، مش حاجه وحشه. يعني انا مثلا صاحبتي بنحب موضوع اللف بالعربيه ده حتى لو لوحدنا، يعني مش شرط عشان حاجه. تمام. اللي هو كنت عايزه اقول لكم يعني هو مش شرط الولاد بس هم اللي بيتاثروا بالموضوع ده، ده غير طبعا الولاد سخيفه يعني تقعد اكيد بترخم على الناس. اكيد طيب ايوه بسمة، انت تحبي تسمعي معانا حاجه؟ اسمع حاجه. ممكن انغام انا سند عليك. انغام انا سند عليك. طيب، وبرده خليكي اسمعينا للفقره الجايه ان شاء الله، وجاوبي على السؤال سواء بقى على الفيسبوك او كلمينا. اكيد. بس بسمع عايزه اسالك سؤال، انت في كلمه معينه ممكن تتحط في قاموس خاص بيكي بتخليكي سعيده؟ منشكحه ممكن الاكل مثلا. الاكل برضو في اجماع على الاكل. ايوه. بس ما بتمنى لك ان انت دايما تكوني مبسوطه بجد، لان صوتك لذيذ وسعيد، يعني تحس انت حد شكلها مش سعيد، لا شكلها صوتها سعيد، بس لو مش سعيده استمري اسمعينا وهتبقي منشكحه. هنحاول نخليكي منشكحه. اوكي ميرسي ليك. ان شاء الله. ميرسي. اوكي ميرسي يا بسمة. باي. حد نصفك يا ندى. شفتي هنحاول يا بسمة نشغل لك انا سند عليك لانغام، اعتقد انها معانا، ولو ما عرفناش بس ان شاء الله هنحاول نجيبها. هو كان في حد طالب اغنيه المره اللي فاتت تمام لجورج وسوف، بس احنا ما عرفناش نجيبها. ايه لمين؟ لجورج وسوف. ما تعلقيش. ما عرفناش نجيبها. لا معلش نعتذر لك جدا. تقريبا كان عبد الله من المعادي، فما عرفناش نجيبها، بنعتذر لك جدا. تمام. المره الجايه ان شاء الله حاولت تدور على اغنيه تانية يا عبد الله، ابعتها لنا في كومنت او كلمنا او لو كلمتنا النهارده حضر اغنيه تانية بس مش لجورج وسوف، يعني اي حد متاح يعني. على العموم لسه مكملين معاكم في قاموس الانشكاح. بسمة يمكن اضافت ان هو ممكن بنات ولاد. لا هي بسمة مش انا اللي ضفت. قبل ما بسمة تضيف احنا هنطلع فاصل صغير. فاصل خلاص. سند عليك انا الاثنين والله عشان بس ما اطلع فاصل اكيد، وهنرجع تاني. سند عليك لأنغام.
فتحتوش يوم غيرني، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلتليش قبلي. ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي لبكرة حساب، وإن خفت في لحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عالي. في جوا في قلبي مكان ما فتحتوش يوم غيري، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلتليش قبلي. ما بقتش بخاف ولا عاملة حبيبي لبكرة حساب، وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي عليا، أنا بتحمى فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا في حضن عينيك. أنا سند عليك، ده ساعات يا حبيبي أنا ببقى لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني وصعد ألاقيك. مكدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا ماسي. أنا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلب وبيت. مكدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا ماسي. أنا تهت سنين قبلك في حياتي ورحت وجيت. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي في حبك ظهر وقلب وبيت. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي عليا، أنا بتحمى فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا في حضن عينيك. أنا سند عليك، ده ساعات يا حبيبي أنا ببقى لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بندهلك بفتح عيني وصاد ألاقيك. أيها المستمعين، دلوقتي مباراة تاريخية هيتوقف عليها مستقبل الكرة البشرية. فريق البنات متكون من هبة وسندس، وفريق الولاد مكون من عاشور وجابر. لو انت قاعد في مدرجات الدرجة الأولى هيبقى فريق البنات على يمينك، ولو انت قاعد درجة تانية هيكون على شمالك، ولو انت قاعد درجة تالتة هيبقى في النص. لو انت قدام التلفزيون مش هتشوف حاجة، لأن المباراة مش مذاعة غير على راديو MTI في برنامج هاشتاج رياضة. لو بتحبوا الرياضة وعايزين تعرفوا كل أخبارها، اسمعونا كل يوم حد واثنين واربعة وخميس من 5 ل 6 مع هبة صفوت ومحمد عاشور وبيتر خلف ومحمد جابر، وبرنامج هاشتاج رياضة على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع.
كان يا مكان في سالف العصر والأوان، كلمة كلنا سمعناها في حدوتة أطفال اتحكت لنا زمان. لو بتحب حواديت الأطفال أو عندك حد عايز يسمع حدوتة، استنونا كل يوم جمعة من 5 ل6 وبرنامج كان يا مكان مع رباب الدالي على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. واحنا سوا يلا بينا نغني من جديد طول ما احنا سوا. يلا بينا نلاقي بعض نعيش سوا نحب الحياة. يلا بينا نلم بعضنا من جديد. يلا بينا وكل يوم هنعيش عيش حب الحياة. اسمع وغني من جديد واحنا نقدر طبعا طول ما احنا سوا. انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ورجع لا ايه احنا طالعين إيه؟ يعني احنا كنا يلا نتفق. يلا مع بعض. يلا رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في برنامج انشكح مع ندى وندى. الناس هيتجننوا منا قريب على فكرة. طيب يا جماعه احنا جالنا 3 كومنتس تاني. انا بصوا انا بحب اقرا الكومنتس على طول عشان خاطر الناس اللي كاتبه كومنتس ما تزعلش ان احنا ايه بنتاخر عليهم. بس يا محمد شويه خلاص يا محمد انت عارف وجودي مهم في الحلقه يعني. انا اذا وجدت الكومنتس والاتصالات. هو 9 كومنتس يا محمد لحد دلوقتي. مش كتير يعني خالص. ما تتضايقش ما احنا كان جاي لنا كومنت واحده بس برضه ايه ومكالمه وبتاع. الله ده بجد ده حصل واحده بس. يا حرام. نكمل الكومنتس عشان ما يتقطعش علينا دلوقتي الهوا. طيب انا هقرا الكومنت العجيبه دي. رباب الدالي. اوكي. يا مساء اللوز. الله حلوه دي الله. مساء يعني بصي مساء الفوز عليك يا رباب. فستق مين ما بحبوش. مساء الفل عليكي يا رباب. على احلى مذيعتين في الدنيا ربنا يخليكي. الكلمه الحلوه بتعمل احلى شغل. اكيد طبعا احلى شغل يعني. اكيد طبعا اي حد لما يقول لك كلمه حلوه اكيد بتعملي احلى شغل سواء بقى شغل بيت شغل اي حاجه. لا الكلمه بتعمل احلى شغل يعني بتخلي بتعمل احلى شغل في انها تخلي اللي قدامك منشكح ومبسوط. انا فاهمه بس بهزر على فكره. بهزر. ما تهزرش يا رمضان. لا ما بهزرش يا فوزي. طيب اوكي. مين فوزي ده؟ مش عارفه. طيب جات لنا كومنت تانية من رانيا محسن. يا احلى مذيعتين في الدنيا ندى 2 في 1. حلوه دي على فكره جدا. استمروا في التقدم دايما ربنا يخليكي يا رانيا. انك تعمل حاجه بتحبها حتى لو في ضغط بس الحاجه دي بتخليك مبسوط. بالنسبه ليا ارسم ضحكه على وش شخص كان مهموم واعمل حاجه الوحيده اللي بتبسطني اني اكتب او اصور. جرب اعمل الحاجه اللي بتحبها وانك تقابل همومك بالانشكاح. دي حاجه حلوه لانك عارف ان ربنا معاك خطوه بخطوه. اكيد ده يا رانيا الكومنت دي حلوه جدا. اخر كومنت يمنى محمد. مساء الخير عليكم. مساء الفل عليكي يا يمنى. انا اكتر حاجه بتفرحني دعوه حلوه من حد معرفوش. انا هخلص الكومنت دي وهقول لكم على حاجه برضو. الحاجه دي فرحتني جدا. اوكي. من حد معرفوش بس وقتها انها رزق جايلي من ربنا. اكيد طبعا. ويفرح كمان واللي يفرح كمان وبفرح كمان لما بحس اني سبب في تغيير او فرحه في حياه الناس اللي بحبهم. وطبعا الشوكولاته اللي بابا بيجيبها لي كل يوم وهو جاي. اكيد ربنا يخليه لك يا يمنى بجد. طبعا ندى يعني مدمنه شوكولاته حبيبتي يا يمنى. مدمنه M&M فهي مصنع الM&M فاتح ليها تقريبا. فيعني خلاص بقى ما علينا. طيب الحاجه اللي انا كنت عايزه اقولها انا الدعوات اللي انتوا بتقولوا عليها دي انا يعني الناس لما تقفي تعدي حد في الشارع ماشي. انا حصل معايا الموقف ده. ولد ومامته بس الولد كبير يعني. فانا ما توقعتش ان هو يقول مثلا ربنا يخليكي ربنا
وقفت وعديته هو ومامته. عدى بعد ولد كبير مش عارف يعدي، يعني العربيات جايه فهو مش عارف يعدي بمامته. طفل يعني مش طفل بس طفل. شاب. شاب حقا. طيب في ناس بتبقى خايفه تعدي بامهاتها، هم يعدوا عادي بس خايف يعدي بمامته. فيعني بعد ما عديته ربنا يخليكي ربنا يكرمك. عارفه انا قد ايه الدعوتين دول انا كنت مبسوطه جدا. عارفه اللي هو انا كنت عايزه انزل اقول له يخليني يكرمني على ايه ربنا يكرمك انت. اللي هو انا كنت فعلا زي ما هي بتقول الواحد بيبقى مبسوط جدا، بيبقى منشكح جدا من دعوات الناس الخارجيه. لا خاصه من الناس الكبيره او يعني سواء راجل عجوز او ست مسنه، يعني لما مثلا حاجه زي مش قادره تشيل حاجه او تطلعها تعديها الشارع حاجه زي كده، لما بيدعوا لك يعني ان ربنا يكرمك ربنا مش عارفه ايه، دي فعلا رزق. بحس انها رزق او بتبسط اي حد يعني. الناس الكبار دي بتحس ان هم في حاجه كده في القلب، مش عارفه، في حاجه طفوليه في يعني مش طفوله بس يعني مش عارفه على العموم براءه. بتخلي الواحد مبسوط جدا لا يعني على حاجه زي كده. احنا قعدنا اتكلمنا كتير وفي حوار قاموس الانشكاح ده طبعا احنا ما خصناش حاجه بعينها، بس برضو قبل ما نقفل نخص بحاجه في عينها، بس حاجه في عينها حاجه في عينها. ليه يا ماما؟ ليه يا ماما؟ احنا عايزين الحاجه تبقى مبسوطه برضو، مش عايزين نبوظ لها عينيها. شريره على فكره. احنا عايزين بس عشان نعرف نكمل الحلقه. طيب حاضر هسكت. مش عايزين نخص حاجه، بلاش عنها خالص. طيب مش عايزين نخص حاجه، بس يعني احنا المفروض النهارده كنا اتكلمنا عن حاجه معينه بس احنا قلنا نخليها افضل كده. بس انا قبل ما نقفله انا عايزه اقول حاجه برضو في البنات جدا ويمكن في الولاد وقابلتها مع الاثنين. اللبس الجديد، هتنزلي تجيبي لبس جديد، البنت ممكن تنام حضنه تقريبا من كتر فرحتها بيه، واول نزوله لازم تبقى لابسه لبس جديد. ده بالنسبه للبنات. طبعا عندهم حته كده انها ما ينفعش انها تمشي في المحل من كتر ان هي بتبقى باللبس الجديد بتنسى تشيل التيكت. بتحصل وحصلت مع ناس كتيره جدا اعرفهم ان هم وطبعا قبل الموقف بضحك. ناس اعرفهم جدا، مش قادره اقول لكم يعني مدى معرفتي بيهم. ما انا نفس الناس اعرفهم قاعدين جنبي تقريبا. جابت لبس جديد وعادي نزلت بيه والتيكت الحياه لطيفه جدا يعني مش ما علينا، مش هنضحكوا في دي. لا يعني في ولاد كتيره بقى ينزلوا مثلا زي محل الله حلو ده حلو ده هات ده خش قيسه الله حلو حط لي بقى القديم في شنطه وادفع والحياه لطيفه. لا الولد كمان انا بالنسبه بقى للبنات واللبس والكلام ده، الولد بيبقى عنده حاجه كده. لا مش حطولي في شنطه، مش كده. لا ده القديم، ماشي القديم. هو اوريدي الجديد لبسه خلاص. لا الولد ساعات بيصبر شويه من بيلبس الجديد زي البنت. لا بس في برضه يعني ما في بنات جابت لبس جديد وعلته في الدولاب لما تبقى تيجي مناسبه، وفي بنات لا اللبس الجديد بالنسبه لها بهجه. اغلبيه البنات اللبس الجديد على فكره انا يعني بس انا هخلي كل بنات المحطه تمسكي. مش عارفه يعملوا فيكي ايه الحقيقه. انا ما بقولش حاجه غلط على البنات يا جماعه، بقول ان هم اللبس الجديد بيفرحهم وبيلبسوه على طول. الولد ممكن يركنه شويه في الدولاب ما يلبسوش على طول. ايه الغلط في اللي انا بقوله؟ طب بالنسبه بقى للبنات والولاد انا جاي يعني في كوميكس بحبها بموت فيها الحقيقه. اتفضلي. اوكي بس لو طلعت فيها ظلم للولاد مش هيحصل كويس. اوكي ماشي. انا لسه قايلاها اصلا كذا حد وبصلي كده وكان هيضربني تقريبا. بتقول المؤنث والمذكر. لاحظوا بأن الجنة مؤنث والجحيم مذكر، وأن الابتسامة والسعادة مؤنث والحزن مذكر والصحة مؤنثة والمرض مذكر والحياة مؤنثة والموت مذكر. الموت والرحمة مؤنثة والحقد والحسد والغضب مذكر والأجازة والراحة مؤنثة ودوام العمل والقرف والتعب مذكر. بالراحة يا ماما. تعلم أن الإناث سر جمال هذا الكون. هي جمالها إنها تتقال بسرعة وأنا ما فيش زي في الكلام بسرعة. طب يا جماعة أي ولد يعني عايز يجي يعني يضرب دودو بصراحة أنا نعم. مش أنا يعني مش هحوش أنا بس أخرج أنا سليمة. كلامي غلط. السعيدة آخرته مربوطة، الابتسامة آخرته مربوطة، الحزن الانشكاح مخروش ته مربوطة، الانشكاح مذكر منشكح. ما الكلمة دي غريبة على مجتمعنا على فكرة. يا سلام. احنا الاسم ده غريب على مجتمعنا. لا كده بقى احنا بنظلم من المذكرين.
حلوه دي، جديده منك. لا دي كوميكس كده كنت جبتها من فتره، كانت عجباني جدا، بس بمناسبه خناقتنا انا وانتي قررت ان احنا نتكلم اقولها لك كده يعني. ماشي. طب يا جماعه انا برضو مستمره ان الولاد ناس غلبانه زي ما كان محمد دياب قال، عشان ندى عماله تظلم في الولاد كتير انا قوي. بحب اظلمهم. ماشي. في كوميكسية كمان، ده كفايه اني ايه ده كفايه انه ساب الاكل واختارني انا. هو مين؟ كل ساب الكل ولا الاكل؟ الكل يا ست الكل. الكل. ده كفايه انه ساب الكل واختارني هو مين؟ انا. هو مين؟ حظي منيل. حظي منيل. ايوه انا خليتك تقري على فكره، انا بفتن. في كوميكس تانية مقالب دودو فيا يا جماعه على الهواء مباشره كده. في كوميكس تانية متاخدة من الورقة لإسلام جويش. بتقول في أغاني كتيرة يعني فيما معناه أغاني فاهمينها غلط، منها أغنية هاتل كاليفورنيا. دي بتتكلم عن الإدمان يا جماعة، ما ينفعش نرقص عليها سلو في الأفراح. أغنية No Women No Cry مش معناها مفيش ستات مفيش عياط، معناها إنه بيقول لأي ومن بلاش تعيطي. أبوس إيديكوا فهموا الأغاني غلط قبل ما تشغلوها في الأفراح. فهموا الأغاني غلط من عندنا، فهموا الأغاني صح. فهموا الأغاني صح، دي من عندنا عشان الدنيا عند الناس تبقى كيوت قوي. ما تيجي تقول لهم القوانين. قوانين في يا جماعة، في قوانين كده الناس ما بتمشيش عليها. ماشي؟ لا ده قوانين بيشوفوها في حياتهم جدا جدا جدا. قانون النوم. ماشي. لما تحبي تنامي كل ولادك مش هيجيلهم النوم. انا عايزه اقول لك ان انا عايزه اكبر الكرسي كده عشان انا مفيش النضاره مش معايا. كل ولادك مش هيجيلهم نوم. مش حاول في نضاره، انت لابسه النضاره انا مش لابساها وفضحتني كمان. كل ولادك مش هيجيلهم نوم، واول ما يناموا هيروح النوم من عينيكي. ده طبعا ده لكل ربات المنزل. طبعا ده لماما طبعا ولكل الامهات. في قانون المفتاح. لو معاكي كذا مفتاح وعاوزة تفتحي باب لازم يكون اخر مفتاح هو اللي صح. والله بتحصل ده مع الكل على فكرة. في قانون البحث. لو دورتي على حاجة مش هتلاقيها، ولو مش عاوزاها هتلاقيها قدامك على طول. بصوا انا الصبح قبل ما انزل البندانة اللي بنلبسها تمام. ده بالنسبه حاجه خاصه البنات مش هتفهم، ما فيش حد يفهم الكلمه دي غير البنات. الطرحه بلاش بندانه. الطرحه قعدت الف عليها الاوضه واقسم بالله ما كنت لاقيها، واول ما قررت ان انا هلبس طرحه تانية الطرحه دي ظهرت. لا في الاحلى حسيت ان في عفريت في الاوضه. في الاحلى بقى ممكن بدور على تليفوني وهو اوريدي موجود على التسريحه، والتليفون فين؟ وضعت التليفون فين؟ مثلا ماما لو سمحتي شوفي لي التليفون فين، تخش تجيبه من التسريحه تديهولي. يعني دي بقى مع الجميع بصراحه اكيد بتحصل. في قانون تاني اسمه قانون الاكل. لو اشتريتي سندوتش واحد مش هيكفيكي، ولو اشتريتي 2 هتشبعي من اول واحد. فانا عندي اختي يا جماعه بتبقى معايا في الشارع ساعات، فانا ممكن يعني عشان اشتري 2 انت هتحلي الموقف. اكلت واحد شبعني هديها لتاني بس كده. حلو فكره. طب واللي ما عندوش اخت؟ اي حد غلبان ماشي في الشارع يديهوله بس كده. ده حل الناس. ده بزغ. ليه بتطعمي مثلا حد محتاج؟ يا سلام يا سلام. هو ده الحل. اخر واحده بقى اللي هنختم بيها الفقره الاولى. الشوكولاته، المصاصه، ضحك الطفل، غزل البنات، قاعده مع عيلتك، صورتك وانت صغير، البلالين الكتير، خروجه حلوه مع اصحابك، دعوه حلوه من راجل قد جدك زي ما انا كنت بقول، البيتزا، كلامك مع حد بتحبه، شكل السما وقت المطر، كل دول حاجات حوالينا بتفرحنا، بس احنا للاسف بنموت في الكآبه. دي كوميكس على فكره بس حلوه جدا. ما دي كمان ليها علاقه بالبرنامج اكتر. تمام. اكتر من هي كوميكسيه. ليها علاقه بانشكاح. انا صدعت فجاه. انت عسل يا دودو بجد والله.
ده هزار يا جماعه، ده هزار اكيد يعني. احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني مع الفقرة التانية من برنامج انشكح. بفكركم برقم تليفون البرنامج 011 1760 1760، واسمعونا وشاركونا على ساوند كلاود واليوتيوب والفيسبوك راديو MTI. اتعلمت اكون مبسوط وعن حالي راضي، بمنع اي حد يحاول احباطي، عايش حر في كل تصرفاتي، مبتسم وانا باخد قراراتي. ايه يعني تعبت من الشغل؟ ايه يعني جات لي اصابه؟ ايه يعني وقعت في بنت فيك ونصابه؟ بصراحه مش لازم اخلي الكارهين يشماتوا، انا قررت اخد من الهم استراحه. ايه يا عم بالراحه، لا اسيبوني عليهم، على الناس اللي مش مقدره النعمه اللي في ايديهم. الحزن بقى سيدهم والعياط يبقى هوايتهم، لو كنتوا غاويين كآبه خليكوا احسن في بيتكوا، علشان انا مش منكوا بتقولوا عليا غريب. ده احساس كل الناس لما يلاقوني سعيد، يمكن تشوفني مكتر وتحكم من غير ما تفكر، لكن جوايا ساعات اتقرب اي حلم بعيد. اسمعني افهمني تعرفني على طول، كون نفسك ولنفسك، عيش حلمك عليه. اسمع دقق في الكلام، هتعرف من زمان ان ليك فرصه تجيلك من ربنا راحة البال. كل اللي مطلوب هو انك تنسى اللي فات، ما اللي فات مات. فلتر ألبوم الذكريات لما نوع في اللغات. All of you should understand I get one life, why should I live it while I'm sad? Take that as a lesson to know when you should listen. كل دمعة من عينك تنزل في يوم هتتحسم، هفضل ابتسم على وشك هتترسم، علامات التعجب والاستفهام اوعى تنهزم. محاولات احباطك ليا كترت مش هنكسر، هوكس بوكس فوكس in the chorus. Listen, no me importa lo que dice la gente precisamente, obviamente solo escucho a mi mente claramente. Es mejor olvidarme del dolor, lo tengo buen humor, I feel better than before, لأني مبسوط. اسمعني افهمني تعرفني على طول، كون نفسك ولنفسك، عيش حلمك عليه. اللي عرفته ورسمته وطريقي بمشي، ايدي في ايدك شق طريقك، حلمك يصبح حقيقي. اتعلمت اكون مبسوط. اسمعني افهمني تعرفني على طول، اتعلمت اكون مبسوط. كون نفسك ولنفسك، عيش حلمك عليه. راديو MTI. هو انت بتقرا ايه؟ بقول لك ايه، هو انت قريتي كتاب الفيل الازرق؟ الكتاب ده انا هموت واجيبه. لو بتحب القرايه والكتب خليك معانا، ده مكانك ودي هتكون مكتبتك اللي هتتابع منها اخر الاخبار. برنامج المكتبة كل يوم 3 من 5 ل 6 مع دنا إيهاب وسارة أحمد على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. أنا أقول لك وأنت تقول لي، وهو يقول وهي تقول، وطول ما في مشاكل هنفضل كده على طول. بس كلامهم غير أي كلام، في الشفا ويتاقل بالذهب. والله زي ما بقول لك كده، زي ما بقول لك كده، مع مروة الحسيني وكريم عزمي كل يوم سبت من 11 ل1 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. تذكرة سفر، كلنا أكيد نفسنا يكون معانا تذكرة تلففنا العالم كله، علشان نتعلم حاجة جديدة من كل بلد. كل بلد بتميزها حاجة معينة، يمكن ثقافة أو رياضة أو فن، وده كله هنعرفه في برنامج تذكرة سفر. تذكرة سفر كل يوم سبت من 2:30 ل 3:30 مع ميرنا أحمد وهبة صفوة على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع.
وايه يعني لو مشيت بسرعه وخدت لي غرزتين؟ يا سلام، ولو حد وراك ما بيعرفش يسوق يخيش فيك مثلا؟ طالما معاه رخصه يبقى بيعرف يسوق، او يقعد في بيتهم ويريح. ده على اساس انك اول لما طلعت الرخصه كنت شماخر يعني. يا ابني انا حريف من يومي. انت مقاوح من يومك. هو انت بس اللي غوت عرضني والسلام. لو عايزين تسمعوا اتنين بينقروا في بعض وتسمعوا الرأي والرأي اللي عكسه، اسمعونا كل يوم جمعة من 7:30 ل 8:30 وبرنامج خلف خلاف مع أحمد أيمن ورامي جمال على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. بقولك ايه يا هبه، شفتي الفستان ده؟ ايه ده شكله قديم قوي. اللي ما تعرفوش بقى انه لسه نازل اليومين دول، وكمان ماركه كبيره، يعني حاجه مش اي كلام. ايه ده بجد؟ والله. شفتي ده يا ساره؟ ايه في ايه؟ قوليلي. في مسج جات لي ان في ايفنت بس غريب قوي. غريب ليه؟ عايزين الناس يقلبوا اليوم قديم في كل حاجه، حتى طريقه الكلام. يا نهار ابيض، ده هيبقى مسخره. لا وكمان المزيكا هتكون كلها قديمه. طب استني كده هسالهم على حاجه. السلام عليكم، ممكن اعرف ايه المطلوب في الحفله بالظبط؟ بس كده؟ اللبس وطريقه الكلام والمزيكا يا بنتي؟ ما دي من عندهم يا هبه. لا مع حضرتك، انا بس كنت بسال. اوكي شكرا، باي باي. ايه ده، هو ليه الناس واخدين الموضوع بالسطحيه دي على الحاجات القديمه؟ والله ما اعرف. طب ما تيجي نعرف الناس بطريقتنا ايه هي الحاجات القديمه وازاي رجعت او ممكن ترجع. يلا بينا. يلا بينا. لو عايزين تفتكروا أيام زمان وترجعوا الذكريات، اسمعونا كل يوم جمعة من 4 ل 5 وبرنامج ريترو مع سارة أيمن وهبة يوسف على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. صباح الفل عليكم يا جدعان. نعمل ايه لو احنا ماشيين على سرعه عاليه جدا تمام ومره واحده لقينا مطب؟ طبعا هنلبسه. نعمل ايه لو احنا ماشيين والتوربينه طبعا مسخنه الشباب كلها ومره واحده الانتي لاج قفل؟ هنتهان بمعنى الكلمه. خلينا نتكلم لو انت عامل كاستمايزيشن في العربيه وطالع عين كده يعني، طبعا انت حاطط اولاني تاني طالع رابع سادس قاعد بتسقط في الغيارات وصباح الفل والدنيا معاك دفيانه. داخل في يوتيرن قلت صباح الفل انا حته كده للشهره والشقاوه واخش بدريفت. وانس ما دخلت يا باشا الدريفت انت عندك الانجل كيت بتاعتك اتفتحت، يعني العجله طلعت بره. هتعمل ايه؟ طبعا دي تسويحه احلى مسا عليها. استنونا مع برنامج دلع المكنه مع ويكا، واحلى مسا عليكم ونفس بتمسي على كل سواقين بلدنا. احلى مسا عليكم يا جدعان. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. كل يوم بيظهر حاجة جديدة بتشغل الناس، موضة، تقليعة، كلمة، موضوع. كل يوم بنسمع هنا وهناك عن حاجات وراها حكايات. لو حابب تعرف أكتر عن كل حاجة بتشغل الناس، اسمع برنامج تحابيش مع هدير حشيش ومحمد بكري كل يوم 4 من 2:30 ل 3:30 على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. ولسه مكملين معاكم في برنامج انشكح مع ندى وندى. طيب احنا يا جماعة كده دي الفقرة التانية. برضو هنفكركم برقم تليفون البرنامج 011-1760-1760 وشاركونا واسمعونا على الفيسبوك والساوند كلاود واليوتيوب راديو MTI. وخلاص ما بتلخبطش يا ندى، ما تبصليش انا بضحك. طيب ايه عندنا سؤال الفقرة التانية. هو في يعني بص، هو انا مش عارفه اقول السؤال ازاي، بس بتعرف اذا كنت ماشي انت سعيد او اللي قدامك سعيد ولا لا؟ تمام. او يعني سؤال هو سؤال فيه بس انا عايزاه كده عشان الناس ايه يعني ايه
او الناس ممكن ما تفهمش السؤال فتسأل يعني ايه. ناس كتيرة بتبقى بتضحك وبتهرج وكل حاجة بس من جواها مش سعيدة. بالظبط كده. هل انت عارف انت بجد بني ادم منشكح وسعيد في حياتك بالزبط. ولا بتتظاهر بكده، ولا انت عندك القدرة ان انت تشوف اللي قدامك مثلا مبسوط وسعيد فمش عايز تكئبه. تمام. يعني ده حاجة ودي حاجة. نكمل بقى الكلام بتاع الحلقة. طبعا احنا دخلنا خلاص في الموضوع الاساسي بتاع الحلقة. تمام. فهنقول ايه؟ هنقول الناس السعيدة اللي مش بتهتم في نهاية يومها بطريقة يعني بالطريقة اللي الناس شايفاها بيها. ماشي. او بتتوقع الناس بتصرفاتهم، لان السعادة نبع من جواهم. زي ما احنا بنقول ان السعادة بتبقى نبع من جوا، يعني بتبقى من جواك. لو انت بتتظاهر ان انت مش مبسوط، يعني بتتظاهر انت مش مبسوط وبتتظاهر ان انت مبسوط، وكمان بيبان ان الواحد مش مبسوط. لو في ناس اصلا كمان عن دورهم في الحياة ان هم يجيبوا للي قدامهم اكتئاب. يعني في ناس عايشين على كده بيعيشوا سعادتهم في كده. تحس ان هو ممكن يقول كلمة او جملة اساسا تغير لك المود كله. في كوميكسية في كوميكسية. احنا خلاص انتهينا من فقرة لا مش مشكلة لو في حاجة فاكراها. في كوميكسية كانت بتقول ان انت داير تحل مشاكل الناس وتسعد الناس ومش عارفه ايه. الكوميكسيه بتاعتك دي ومشاكلك انت او مشاكل اي حد سيبها تعتمد على نفسها. انا هجيبها بالظبط، وهتلاقيني بقولها كده طلعت بيها كده فجأة بالظبط كده. طيب نكمل عقبال ما تجيبيها ولا جبتيها؟ لا نكمل عقبال ما اجيبها، لان في اصلا واحده ثانيه اصلا نسيت اقولها لانها تحفه جدا. يعني في واحده انا عارفه ان احنا خلصنا كوميكسات بس مش قادره بصراحه ان انا ما اقولهاش. ممكن بدام ليها علاقه بالموضوع ممكن ندخلها طبعا. انا نفسي اخرج من مرحله ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي انا شايفه ده، واخش بقى في مرحله ايه الحلاوه دي، ايه الطعمه دي. الكوميكس دي لكل طلاب ثانويه عامه على فكره. والجامعات اللي هيتخرجوا ربنا طبعا ربنا مع كل يعني جامعات اللي هم طبعا اخر ترم زينا كده بالظبط. ما انا واحده منهم فحبيت ان انا اشاركهم تلك الكوميكسيه يعني. وفي ثانويه عامه من ضمنهم اختي نور طبعا ربنا معاها ومعانا يا رب ومع الجميع. في طول ما انت بعيد عن الاشخاص الكئيبه. ده موضوع بقى بنكمل الموضوع يا جماعه بس عشان انا دخلت على طول. طول ما انت بعيد عن الاشخاص الكئيبه او اللي بتتعامل بغباء انت سعيد. اكيد طبعا. على فكره مش كده، احنا ممكن نتعامل معاهم ونخليهم منشكحين. اسيب المكان وامشي ولا اسيب الدنيا كلها وامشي واضرب نفسي بالرصاص وارتاح منكم؟ بس هبقى ميت كافر. طب في حل، ادعي ربنا ان هو ياخدني عشان اموت موتة ربنا وارتاح. هدعي ربنا خدني يا رب بحق جنة عشان ارتاح من الاغبياء اللي موجوده. طبعا ده يعني ده ابسط رد. ده ابسط رد للناس اللي مثلا تبقى مشاكل اللي بيظهر لهم الناس دي. الناس الكئيبه اللي بتظهر في وسط وش كده الناس او في وسط الناس المنشكحه. لا حلو جدا جدا. هو مش عايزه اذكر اسم الشخص بس هي جامده جدا. لا بدون ذكر اسماء. هو طبعا الناس اكيد عرفت ده مين بس احنا ما نذكرش اسم الشخص. اكيد طبعا. تمام. هنكمل يا انسرتاتك يا محمد كتر منها بقى. السعداء مش بيهتموا على العموم بالاخطاء اللي عدت عليهم او الماضي على العموم. بيهتموا ان هم يبصوا للمستقبل ويصلحوا الحاجات مثلا اللي باظت او حاجه. بيفكروا في الغلطات اللي حصلت مثلا من فتره طويله وان هم يتجنبوها ويجوا يعني او مش يتجنبوها، ممكن يشوفوا ايه الخطأ فيها ويحاولوا يصلحوه ويتلاشوه في الفترة اللي جاية بعد كده. لكن مش هفضل يعني عايشة على على الخطأ ويا ريتني كنت عملت، يا ريتني مش عارفة يوقف حياتي كلها على الغلطة دي. على العموم الشخص السعيد هو بس اللي بيعدي الأخطاء اللي عدت عليه وبيتعلم منها وما ما بيفكرش فيها كتير لدرجة انها تفضل منكدة عليه. كده كتير كده يا محمد، كده كتير
والله مش بجد نشكح كده الوجع. لا اصلا هي متقاله باسلوب فاني جدا، فهي طيب خلاص خلاص نكمل. احنا في فشل، مفيش حاجه عندك عن الفشل، احنا نتكلم عن الفشل. طب قبل ما نتكلم قبل ما نتكلم ناخد التليفون. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ ازيك يا ندى؟ ايوه مع حضرتك. ميرفت شادلي معاكي. ازي حضرتك؟ ازيك يا حضرتك؟ ازيك يا ندى عامله ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. حضرتك سمعتي سؤال الحلقه؟ ايوه. السؤال بيقول أيوة. بتعرف اذا كنت انت سعيد ولا اللي قدامك سعيد ولا لا؟ لا مش سامعه. السؤال بيقول بتعرف اذا كنت انت سعيد ولا اللي قدامك سعيد ولا لا؟ هو سعيد دوت يبقى احساس عندي باي شيء حواليا بيفرحني، لكن بالنسبه ان انا احس ان اللي قدامي سعيد ده طبعا اكيد انا لو بحب الانسان دوت وليه معزه عندي هحس بيه باي حاجه، سواء ان هو سعيد سواء ان هو حزين، ده شيء طبيعي طبعا بتبقى من القلب يعني. طيب حضرتك ده سؤال الفكره الثانيه، عايزينك تجاوبي على سؤال الفكره الاولانيه. ايوه. ايه الحاجات اللي ممكن تبسط اي بنت او بتبسطك او تبسط اي ولد؟ ايه اكتر حاجه ممكن او كلمه في قاموس كده لو حضرتك ليه قاموس بتتقال بتخليكي منشكحه او سعيده؟ والله انا اللي بيبسطني ان انا الاقي اللي حواليا مبسوطين وفرحانين وسعداء، والاقي ولادي في احسن حال. طول ما انا شايفه ولادي مبسوطين انا هكون مبسوطه. اكيد طبعا. وبشوف الناس كويسه هكون مبسوطه برضو الحمد لله يعني. على كل حال. تمام. حضرتك تسمعي حاجه معينه معانا النهارده؟ نعم. عايز تسمعي حاجه معينه معانا النهارده؟ والله اللي من ذوقك انت انا هعيط. ربنا يخليكي. ميرسي. مش اي اغنيه بتخليكي مبسوطه او حد معين بتفكرك بحاجه سعيده، مناسبه سعيده، الكلام ده؟ اي حاجه عن الرسول عليه الصلاه والسلام هتكون حلوه. عليه الصلاه والسلام. تمام. بشكر حضرتك جدا على الاتصال. طب يا حبيبتي. اوكي ميرسي ليكي. باي باي. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا ممكن نشوف حاجه كده لوائل جسار او حاجه ونشغلها في الفاصل اللي جاي ان شاء الله. اصلا الفاصل اللي جاي هيبقى فاصل اذان، فممكن تشتغل تبقى ليها علاقه بالاذان. لا لسه 10 دقايق يعني. لسه سيكا. تمام. حلوه سيكا دي كلمتي انا. ها لا راجل. الفشل فكرتني يا ساتر يا رب. فكرتني عارفه اسمه عزوز تقريبا. انت عارفه انت عملتي ايه؟ التلفزيون ده حرام. طلعت كده. احنا قبل كده عملناها. ايوه قبل كده حرام. لا الفشل بتاع القبطان عزوز. الفشل كل الناس عندها لحظات فشل، بس اللي بيقدر يعدي لحظة الفشل دي ويتعلم منها من غير ما يقف عندها طول عمره ده أكيد شخص سعيد. بصي يا دي شبيهة شوية بالبوينت اللي احنا كنا قلناها اللي قبليها، ان الأخطاء في فشل حاجة والخطأ حاجة. ماشي، ما هو ممكن الخطأ يؤدي للفشل. تمام. غلطتي في حاجة لدرجة ان انتي فشلتي فيها. مش مستوعباكي الحقيقة. يعني بتعملي حاجة ماشي. ايه اللي مش مستوعباه؟ حاجه بتعمليها غلطتي فيها، تمام؟ الغلط ده تمام لحد ما وصلتي ان لا ما احنا مش عايزين تمام. يعني مثلا انا عملت ايه؟ مشروع تليفوني. مشروع سيبك من التليفون. لا المشروع ده فشل، ما فيهوش يعني ده مش خطأ، ده فشل ذريع. وما تجيبيش سيره المشروع لو سمحتي. مش مشروع تخرج بغض النظر عن مشروع التخرج. مش مشروع تخرج، مشروع بتعمليه محل اي حاجه. حصلت فيه غلطه. الغلطه دي ادت لفشله. ده فشل. ايه مش محتاجه. لا انا قصدي احنا يعني البوينت الاولانيه على الاخطاء على العموم اللي ممكن اي حد بيعملها. نسي تليفونه، ضيع تليفونه، عمل حاجه بس خطأ ممكن فهماكي ما اقعدش بقى عند الخطأ اللي انا عملته ده واقول انا غلطت، انا هتعاقب، انا مش عارفه ايه. لا خلاص غلطت غلطة اتعلم منها واكمل وخلاص خلصت. يعني فاهمة؟ الفشل بقى دي في حد ذاتها كلمة بشعة اصلا، ما اعرفش ازاي انا بقولها في البرنامج. يعني انا اول ما قالتها والله العظيم حسيت باحباط.
لا يعني كلمة أصلا تقيلة جدا ومش أي حد بيتقبل الكلمة دي على فكرة، بس احنا بنقولها بشكل الاطفال فاني. الصغيره لما يعني في انت فاشل. انت فاشل، بابي ما تقوليش كده. الفشل دي حاجة كبيرة جدا، أكبر من الخطأ بمراحل. أو لما بتحصل على العموم في ناس كتيرة جدا بتقف عندها وبيحصل لها حالة انهيار كامل. الفكرة بقى ان انت لما بتلاقي شخص سعيد طيب قبل ما نكمل الشخص السعيد سعيد سعيد ناخد سعيد التليفون. تليفون. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ندى؟ ازي حضرتك؟ مين معانا؟ الحاجة وفاء. اهلا بحضرتك. ازيك يا حبيبتي عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. سلام الندى التانية. تمام الحمد لله. في خير. ممكن بيتكلم عن ايه النهارده؟ النهارده كان معانا فقرتين. اول فقره خلصت بس ما فيش مشكله لو حضرتك جاوبت لنا عليها برضو، وهي ايه الحاجات اللي ممكن تبسط كلمه، يعني ايه اكتر كلمه ممكن تبسط البنت او الولد على العموم، لان اسمه فقره اسمها قاموس الانشكاح. فاحنا نسال بالنسبه لحضرتك بقى ايه اكتر كلمه ممكن تبسطك؟ اكتر كلمه ان انا اشوف ولادي ابني يكون سعيد، اكتر حاجه تبسطني. كلمه بتسمعي على العموم. اكتر كلمه تبسطني يعني الانبساط مش بكلمه على فكره يا ندى. ما اكيد يعني في ناس قعدت تقول الكلمه الحلوه، في ناس قالت الاكل بيبسطني، في ناس قالت الخروج والتقدير. لا هي طبعا الكلمه المقابله الحلوه، الكلمه الحلوه. ما انا بقول لك هي مش كلمه واحده، هي بيبقى بالفعل فعلا، بس فعل اللي قدامي هو اللي بيبسطني. طيب سؤال الفقره الثانيه. سؤال الفقره الثانيه، بتعرف اذا كنت انت شخص سعيد ولا اللي قدامك شخص سعيد ولا لا؟ ان انا معلش قولي تاني السؤال يا يعني بتعرف اذا كنت بعرف اذا كنت انا شخص سعيد، او لما بشوف حد قدامي بعرف ده الشخصيه دي شخصيه سعيده من افعالها ولا لا؟ طبعا بعرف. ازاي بقى؟ بعرفها ازاي؟ من برضه من طريقته، من طريقه اللي قدامي. بس يعني ما بيكون في حاجه مفرحاه بيبقى باين عليه جدا. اكيد طبعا. بس في كلام يعني، بس في ناس ممكن تتظاهر ان هي سعيده زي ما احنا قلنا، رغم انهم ممكن ما يكونوش سعداء من جواهم، بس عشان يبسطوا الناس اللي حواليهم. والله بيبانوا، والله لا بيبانوا. ما هي دي الفكره، بيتعرفوا ولا لا؟ لا مش حد يقدر يمثل الموضوع للاخر. يعني لما يكون حد تعبان مهما يكون هيمثلك ان هو سعيد، في الاخر بيبان انه مش سعيد يعني. تمام. بس الكلمه الحلوه، الفعل، الأمنية ما بتتمنى أمنية وبتتحقق بتبقى في منتهى السعادة. طبعا أمنية. يعني أنا مثلا كتبت نفسي في القرعة بتاعة الحج، وابني كتب نفسه وجات لي ابني. ما شاء الله، مبروك. أنا نسيت زعلي عشان فرحة ابني. أكيد طبعا. طبعا فرحت له جدا جدا لأن هو كان فرحان جدا. لا ألف مبروك ليك. على خير يا رب. يا رب إن شاء الله. مشتاق بحق لا إله إلا الله. اللهم آمين. حضرتك تحب تسمعي حاجة معينة معانا النهاردة؟ اسمع يعني انتوا مفتوح كده اي حاجه، يعني اي حاجه ممكن اي حاجه يعني لو عرفنا ان احنا نلعبها هنلعبها، لو ما عرفناش هنشغلها الحلقه الجايه ان شاء الله. انا عايزه اسمع اغنيه ست الحبايب. ست الحبايب عينيا الاثنين. ميرسي جدا اتصالك. ربنا يخليك. يا سلام حبيبي. عليكم السلام. تمام، هنكمل بقية الحلقة. نكمل ولا ناخد فاصل؟ انا بقول ناخد فاصل عشان الاذان اصلا، وانا بقول نكمل بما اننا بقى نار ونقير. طيب ماشي، هو اصلا فاضل 5 دقايق على الاذان، فنكمل ال5 دقايق دول بعد كده نطلع فاصل. يبقى هنكمل. انا وراكي والزمن طويل. ده بروجرام يا ماما. لا خلاص ماليش دعوه بالبروجرام، انا بقول كلمه وخلاص. لما تشوف اخرتها ايه معاك يا ندى. والله برضو هكمل البوينتس بتاعت الفشل. طب كملي عشان انا وراكي مصره. لا يعني انا بوصل وجهة نظر الناس. انا بقول ان في اشخاص يعني أنا لما بلاقي شخص حصل له موقف او فشل في حاجة ومش بيتظاهر، لا عدى الموقف، تعايش معاه،
بعيد خالص عن دور الحزن بقى والاكتئاب وده، تعرفي على طول ان الشخص ده سعيد اصلا في حياته، او هو اصلا الشخصية بتاعته كده. في ناس ما بتعرفش تعمل الكلام ده، في ناس كتيرة بتفضل عايشة في دور الحزن وبتطول فيه جدا، يعني في ناس فعلا فظيعة يعني. ده زي الوجع الأستاذ محمد عيد اللي عملها لنا. فشل ووجع وخطأ هو في ايه النهارده. طيب حاضر هنطلع فاصل، بس نقول 5 بوينت عشان نرجع على ايه، على البوينت 6 على طول. لا هنطلع فاصل. لا هنقول 5 بوينت. لا هنطلع فاصل فاصل صغير ونرجع لكم تاني. ينطق باسمه الحجر ومفيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما اتولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في سماء. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى العدنان. في الحلم لما بكيت طبطب على كتفي، بتوضى لما صحيت بدموعه في كفي، والكل جرح دواء وربنا الشافي، ومفيش ضمين لرضا لو قلبي مش صافي. عشان بيه نظرة رضا والنور عليا يبان، نور النبي اللي اهتدى بالرحمة من الحنان. باب الشفاعة اتفتح وباسم من الرحمن، ولا حالي لما انصرع كان الرسول فرحان. في حضرة المحبوب أحمد رسول الله، الروح في نور بتدوب وعليك سلام الله. رب الحرم والبيت أنا تبت مش ندمان، عشمان في أهل البيت في المصطفى انتوا دلوقتي بتسمعوا ندى وندى في برنامج انشكح على راديو MTI. راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع. شخبط على الأفكار اللي تنكد عليك وعيش حياتك. تقريبا ليها علاقة بفكرتنا. عجبتنا فقلنا نقولها لكم سوا. انا حاسه ان الناس هتقتلنا في الهايبره اللي احنا فيها بصراحه النهارده. لا احنا هنخف بقى هايبره شويه عشان احنا خلاص بقى اخر نص ساعه بقى ولا اخر 3 ساعه، فايه نقول للناس بقى نلحق نكلم الناس كده عن حاجات جديه شويه في موضوعنا الاساسي بقى. حبه جد. تمام. طيب احنا وصلنا للبوينت اللي انا ما قلتهاش. تمام. ايوه عشان اطلع بوينت 5 في هايبره عشان انا ساكته. الناس السعيدة بتقدر تبص على اللي معاها كويس وبتحس بالقناعة في ايديهم للي في ايديهم من غير ما يهتموا باللي مع غيرهم. اكيد القناعة يهتموا باللي مع غيرهم، اللي يبصوا او يبصوا من غير ما يهتموا باللي في ايد غيرهم. بايد غيرهم في حاجة صح كده. ايه تمام. صدقني اللي مهايبرة.
مش عارف في ايه النهارده. ما علينا. انت شاربه ايه قبل ما هو تيجي؟ في انشكاح نسكافه زيادة. ولا ايه؟ يا دودو ده ترحيب بيكي يا ماما. نسكافه ده ترحيب بيكي. ما طيب شربتش ترحيب نسكافة ايه؟ والله. بالنسبه للترحيب قبل ما نخش فيها ممكن هناخد التليفون. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. مع حضرتك برضه صديق قديم شويه مش كتير. مجدي من رمضان. اهلا بحضرتك. اهلا، اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. طب اسمع السؤال تاني معلش عشان انا هو في سؤالين. خلينا في الفقره الثانيه على طول. تمام. السؤال بيقول فيما معناه بتعرف الشخص اللي قدامك ده سعيد ولا لا من تصرفاته من افعاله؟ تعرف الشخص اللي قدامي ايه فندم؟ سعيد ولا لا؟ سعيد ولا لا؟ هو في كذا حاجه جت الحقيقه. اولا انا لو متعود اتعامل مع سين او صاد او عين معامله معينه ودايما بشوفه بشكل معين. تمام. لو اتغير يبقى في حاجه من الاثنين، يا اما زعلان يا اما في حاجه شغلاه، وفي الغالب يبقى زعلان في الغالب. تمام. فبحس كده بيه من عارفه هو بيبقى احساس اصلا لما بتصاحبي واحد او بتعرفي واحد او تعاشر حد او بتعرفيه من خلال التعامل معاه على مدار السنين او على مدار التعامل الشخصي. ده اللي اقدر احكم بيه. تمام. في يعني احنا الفكره بتاعتنا بنعرف الناس الاشخاص اللي بتتصرف تصرفات ما يعني دي بتبقى شخصيه سعيده، فكنا بنقول من السهل ان انت تعرف ان الشخص اللي قدامك ده سعيد ولا لا، او بتقدمي نصايح للناس ان يعني ايه تقابلي الحاجه الغلط بالصح او بسعاده يعني. طيب حضرتك تحب تسمع حاجه معينه؟ لا هو سؤال طويل شويه، معلش سؤال طويل شويه. يعني انا لو قابلت حد وزعلان او بتاع اديله نصيحه؟ لا مش نصيحه، احنا الفكره الثانيه بتاعتنا الموضوع الاساسي بتاعها بيتكلم عن كده. اصل حضرتك لو متابعنا احنا بقينا ساعتين وبقى البرنامج مكون من فقرتين. تمام. فقره اولى وفقره ثانيه وكل فقره عليها سؤال. الفقره الاولى اللي احنا اتكلمنا عليها تعرف قدامك سعيد ولا لا؟ لا دي الفقره الثانيه دلوقتي. الفقره الاولانيه الفقره الاولانيه كان هي سؤال تاني خالص. هو حاجه فقره اسمها قاموس الانشكاح. ايه الكلمه اللي ممكن تتقال للبنات او للولاد بتخليهم منشكحين؟ على فكره بالنسبه انا بتكلم هو صوت حضرتك بيقطع. صوت حضرتك بيقطع. لا انا اكمل. تمام بس يا ريت في حته انا ببقى مبسوط جدا لما اعمل حاجه او حد يكلفني بحاجه ويجي في الاخر ويقول لي برافو عليك هايل بجد مجهود جميل. التقدير برضه في ناس قالت تقدير بصرف النظر عن التقدير المادي. هو انا عندي شخصيا التقدير المعنوي اكتر اكيد. تمام. حضرتك عملته وياما على فكره يمكن تعرفي قبل كده انا كنت ضابط في الجيش. تمام. فكنت دايما لما كنت اعمل حاجه في القراءه يقول لي برافو هايل ممتاز، لو تعمل احسن من كده يبقى اجمل واحسن وهكذا. فدي على فكره حاجات معنويا بتبسط طبعا. ما عندكيش فكره تاثيرها النفسي. انا بقيت في العموم برضو تاثيرها النفسي بيبقى جميل جدا ويمكن اعمل احسن واحسن واحسن. بس كلمه برافو في ناس بقى للاسف الشديد تعملي وما هو لو قال لك برافو مش يعني ممكن تتغري او ممكن يعني بقى يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي تاثري بقى في اللي جاي بعد كده. لا الكلام ده غير سليم طبعا بالمره. طيب اكيد طبعا. طب انا اقول لكم بقى على حاجه بقى بالمره. اتفضل. انتوا برافو 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 ربنا يخليك. ميرسي ده حضرتك. ده اكيد هتدينا دفعه للامام ان احنا نعمل حاجه احسن. اكيد حاجه عليكم اكيد دي هتدينا دفعه ان احنا نطور من نفسنا ونعمل حاجات تبسطكم اكتر ونشوف الجديد ايه ونعمله لكم يعني. والله بصي بجد انتوا كل ما انتوا بتكتسبوا خبره. ميرسي ربنا يخليك. يعني خبره منكم واضح من الصوت يعني رغم خبره سنكم يعني عايز اقول تفوقتوا على ناس بقالها في المجال بقالهم كتير وسنين طويله يعني والوجوه بقت ده شرف لينا طبعا قديمه وبقت مله وبقى الكلام تقريبا بيتعاد
دي حاجه جديده جدا جدا وجميله جدا جدا، واتمنى ان شاء الله ان ربنا يوفقكم وافكاركم تبقى تتناسب مع برضه الشباب. يعني انا طبعا مش طبعا انا خلاص عديت مرحله الشباب. لا يا حضرتك كلك شباب اكيد. انا اتمنى لكم كل خير وبرافو عليكم مره ثانيه وجميل انكم تستمروا على الموضوع ده على طول باذن الله. ان شاء الله. بشكر حضرتك على جدا. العفو على ايه، احنا متشكرين. اشكرك فندم. اتفضلي يا فندم. اتفضل. بشكر حضرتك يا استاذ مجدي على اتصالك. محتاج اقول لك لو حضرتك حابب حاجه تسمعها تقول لنا ايه، ممكن تبعتها لنا. انا قلتها بس هو ما سمعش ايش تقريبا. ممكن تبقى تبعتها لنا في كومنت او يا ريت. نكمل البوينتس. نكمل البوينت بتاعت سعيد الهوا. نرجع سعيد الهوا. ده حاجه كده اصلا بتخلي ناس معينه كده منشكحين، ما اعرفش ازاي اصلا. لا هم مش بيخليهم ثانيه واحده، ما بيخليهمش منشكحين باي حاجه، هو كلماته. لا انا واحده من الناس بغض النظر عن الصدمه العصبيه اللي حصلت لي لاني قعدت اضحك اهو بتضحكي بصراحه. يعني في انشكاح، في ضحك، في هو مش سعيده باللي انت بتسمعيه، بس انت مستغربه اللي بتسمعيه ايه اللي انا بسمعه ده. بس يا جماعه احنا ما بنتريقش على حد، ده ذوقه وده فنه، فهو ليه فن. في ناس بتحب الفن ده، يعني ربنا يتولاها ويتولانا يا ندى. طب خلينا نخش في مش بقولك انتي هايبر النهارده. نقطة رقم 6 بتقول ثانية أنا لا ما ينفعش ثانية واحدة معاكي. أنا عامة حاليا أنا يعني على موضوع الفن والكلام ده أنا ما بخبطش فيه هو شخصيا ولا بخبط في الناس، الكلام ده هزار. بس أنا حاليا والله أنا مش شايفة إن في أي حاجة بعد أم كلثوم وعبد الحليم اللي أنت ما بتحبوش. انا عبد الحليم لا بغض النظر عن الشخص. انا بحب ام كلثوم جدا ونجاة، وردة، الناس اللي فريد، عبد الوهاب طبعا، العمالقه دول حاجه ممكن تكون موضوع حلقه برضو، لان الناس دي بتخلي الناس منشكحه. يعني دلوقتي مفيش اي حد بيخلي حد منشكح. طب انا عايزه اقول لك اغنيه بس انت مش حاسه احنا قبل كده شغلنا اغنيه لفيروز. ناس كتيره جدا انبسطوا بيها، مع ان كان عندنا بروجرام كلاسيكو كان بيقدم بس الاغاني القديمه وبيعرفها وكده. بس ناس انبسطت ان احنا مثلا برنامج شويه شبابي وضحك وهزار وكده، ولما نشغل حاجه طبعا عمالقه الغناء والطرب الناس حسوا بسعاده. الله ده كويس ان انتوا عاملين ميكس، مش مخليين اغانيكوا بس عن حاجات اضحك مش عارفه ايه والاغاني على العموم بتاعتنا دلوقتي. لا حبينا برضو ندخل شويه. كان اصلا كان في مره انالوج السعاده بتاع ياسين اسماعيل ياسين، ده كان حد طالبه مننا. لا وكان في كمان اتفاق ان احنا هندخل اغاني كمان يا جماعه مش مصريه، كمان اغاني من بره. بس MTI انجلش طلع فقضى على الفكره. تمام. بس يعني احنا بنجدد. احنا يمكن خدنا فيها حلقه او حلقتين او 3 شغلنا حاجه انجلش، حاجه فرنسيه، حاجه تانية مش فاكره ايه. وبرده ناس كان ليهم يعني ناس بيسمعوها. يعني في ناس كان عاجبهم ان هم يسمعوا انجلش، في ناس عاجبهم ان هم يسمعوا فرنساوي. احنا كنا في هندي وتركي. ده احنا بس الانجلش طبعا هم اللي سيطروا على الموضوع ده، مش سيطروا، هم اللي خدوا الموضوع ده، ده طبعا حقهم اكيد. طيب نكمل سعيد. طيب. البوينت 6 اللي ندى مش راضيه تخليني اكملها بتقول ان اي حد بيربط سعادته بحاجه معينه ده كده مش سعيد. لان يعني انا مثلا هقول انا هبقى سعيده لما انجح، هبقى مبسوطه لما الزمالك ياخد الدوري مالناش دعوه. هبقى مبسوطه لو الاهلي كسب. انا اهلاويه والناس الزمالكيه فمالناش دعوه. لا طب انا اقول لكم على حاجه احلى، انا هبقى مبسوطه لو مصر خدت الكاس. بالظبط. حلو كده. انا كده ربطت سعادتي بحاجه، فرضا الحاجه دي ما حصلتش. ما انت عايز توصلي ان الناس ما تربطش سعادتها بحاجه معينه. بالظبط، لان الشخص اللي بيربط سعادته بحاجه معينه ما يعتبرش شخص سعيد بالمره. تمام. السعاده يعني كل الحاجات دي مهمه، بس مش مهمه للسعيد خالص ان انا اربط سعادتي بحاجات دي. لا، الشخص اللي ما بيربطش سعادته بحاجه معينه في حياته على العموم دايما بيكون منشكح.
بالظبط. اصل السعاده هتجيلك فليه اربط نفسي بحاجه وهي ممكن تحصل وممكن ما تحصلش، ممكن تحصل عكسها تخليني مش سعيد. ليه اربط نفسي بحاجه معينه؟ ليه فكره ان انا اربط نفسي بالمستقبل؟ المستقبل مهم بس هيكون افضل، يعني اضافه للسعاده مش سبب، ليه اضافه ليها مش سبب. ما هو ماشي، انا بفكر في هم في حاجه هم بيفكروا في مستقبلهم ازاي يبقوا سعاده في مستقبلهم والكلام ده. بس اشتغل وحقق عشان تبقى سعيد، ما اقعدش افكر ماشي واقول لو حصل ايه ولو حصل، لا اشتغل وحقق هتبقى سعيد ومنشكح في المستقبل. في حكمة انا طبعا مش فاكراها حرفيا عشان محرفش فيها، ولكن في معناه بتقول ان الانسان ما عليه انه ما يفكرش في ماضي، لانه لو فضل يفكر في الماضي ضاع المستقبل بتاعه او الحاضر بتاعه، خلاص يعني هيفضل بقى خلاص عايش في الماضي والذكريات والحاجات اللي اتضايق. ولو فكر في المستقبل هيفضل في توتر دائم وشغله ان مستقبلي، طب هعمل ايه، طب يعني الفرص هتضيع، طب انا ادرس ده، طب اعمل ده، ضاع منه الحاضر بتاعه. بالظبط، ضاع منه ان هو يعيش لحظته، حط نفسه في حته معينه. بالظبط، رابط نفسه بالمستقبل. يعني دي يمكن ليها علاقه شويه بالنقطه اللي احنا النقطه اللي بنناقشها دلوقتي. انا رابط نفسي بمستقبلي، طب ما هو ده هينقلك توتر وان انا هفضل مشغول، ما عشتش اللحظه بتاعتي، ما انبسطتش. عيش الحاضر. كمان في الحاجه ممكن اللي انت بتحققها دي بيبقى ليها سعاده انت ما عشتهاش السعاده دي عشان تقدر تحققها، حتى يعني تبقى مبسوط بيها انك حققتها. دي ليها سعاده تانية، انك تحقق حاجه انت بتحلم بيها. معانا تليفون. الو. ايوه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ندى؟ ازيك يا ندى؟ تمام الحمد لله. ايه الاخبار؟ مين معانا؟ انا هاجر. ازيك يا هاجر؟ ربنا يخليكي. اخباركم ايه؟ احنا تمام الحمد لله. انتي اخبارك ايه؟ ربنا يخليكي. الحمد لله. انا منشكحه طبعا طول ما انا سامعاكم. ربنا يخليكي. بتمنى طبعا الناس بجد تنبسط لما بتسمعنا ان شاء الله يا رب. وانا احب اقول لكم، يعني انا سامعاكم طبعا من اول البرنامج، بس بحب اقول لكم ان انا بحس بالسعاده بالرضا. يعني دايما اربط سعادتي بالرضا ربنا ورضا اللي حواليا عليا. اكيد طبعا دي حاجه حلوه. والحمد لله يعني الواحد يبقى قنوع في كل المكتوب له، يعني يقدر بالمكتوب وما يبصش لحاجه غيره. دي بتهيالي دي السعاده النفسيه يعني. وبالتالي لما كل ما يكون سعيد هيقدر يسعد اللي حواليه. اكيد طبعا. ما يحاولش يعيش الكآبه بقى. ايوه، ما هي دي المطلوب. اكيد طبعا ده المطلوب، ان احنا ما نعيش في مود الكآبه او الحزن، نتخطاه على طول وعشان نفضل مبسوطين. تمام. دايما والايام كله بيعدي، كله بيفوت بامر الله، بس احنا نبقى قانعين بقضاء ربنا ونعمل اللي يرضي ربنا، عشان نكون راضيه بكل حاجه بنعملها، ان ربنا رقيب علينا في كل عملنا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. طب هاجر، تحبي تسمعي معانا حاجه النهارده معينه؟ اغنيه بتبسطك، شخص او فنان معين يبسطك؟ هقول لك، انا احب اهني طبعا صديق البرنامج محمد نبيل بان هو فاز بالقرعه الحج. تمام. كلنا نسمع سوا يا رايحين للنبي الغالي. لو عندكم بقى ان شاء الله. لو مش عندنا هنوفرها لك الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله، لان احنا في اخر الحلقه فصعب. ان شاء الله يا حبيبتي. اي حاجه على ذوقكم، لو مش حاجه مش موجوده دلوقتي اي حاجه على ذوقكم. لا ان شاء الله الحلقه الجايه هتكون معانا اكيد. والاغنيه الجايه مهداه ليكي يا هاجر. اكيد طبعا. ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما تتقدم ان شاء الله. ان شاء الله يا حبيبتي. ميرسي ليكي يا هاجر. ميرسي لاتصالك. باي. مع السلامه. باي. جالنا كومنت على الفقرة الثانية يا محمد. يا عادل. خلاص يا محمد نبيل. اول كلمه معلش بقى انا هقراها. محمد، اولا انا مبسوطه لك جدا والف مبروك بجد. انا ما اعرفش ان انت، انا لسه مصدومه دلوقتي بالخبر. مصدومه ليه؟ يعني سعيده، صدمه السعاده. طيب اوكي، في صدمات مختلفه اذا كان كده ماشي. طيب اكيد انت بتسمعنا وانا عارفه ان انت بتسمعنا، فبقولك على الهوا الف مبروك ليك، وما تنساناش في الدعاء ارجوك. بص يا محمد، انت لو ما دعتلناش يا محمد هيبان ماشي ومش تبقى صديق البرنامج يعني. هتخسر اللقب بتاعك. محمد بعت لنا كومنت على السؤال بتاع الفقره الثانيه.
كاتب اولا الحلقه اكتر من رائعه، ربنا يخليك، ده من ذوقك اكيد. ثانيا اكيد طبعا لازم اعرف اللي قدامي مبسوط ولا لا، وده هيسهل عليا التعامل معاه لاني هكون عارف موده. واخيرا تحياتي للميكسر، واحب اسمع اغنيه وماله للهضبه. وماله اكيد لازم تجي لك الاغنيه دي. ده احنا احنا بقينا نحط في الاغاني اللي احنا بنلعبها عمرو دياب لمحمد نبيل صديق البرنامج. اكيد طبعا خلاص. بس قبل ما نكمل الكومنتس معانا تليفون ونقول الو. الو الو الو، مساء الخير. مساء الخير. مساء النور. انا سعيد بالبرنامج بتاعكم جدا، لان البرنامج برضه بيخلي الواحد فيه نوع من السعاده، ربنا يخليك. يعني فيه نوع من الفن شويه كده، فهو مخلي الواحد سعيد، او الواحد بيدور على الحاجات اللي فيها سعاده فبيتتبعها. يا رب يا رب دايما نكون سبب سعادتك. من ضمن البرامج اللي فيها نوع من السعاده بتفوقوا على الناس شويه كده. هو ميرسي، ربنا يخليك. فبتتكلموا على موضوع السعاده. هي السعاده اساسا في ايد الانسان، حتى لو مش سعيد ممكن يعني يبحث عن السعاده باي طريقه، على اساس ان يعني تبقى بتاخد ريسك حتى المشاكل من دماغه يعني. اكيد فعلا. فبس بشكركم ان كل واحد بس يعني اتمنى ان هو يدور على السعاده باي طريقه هي تناسبه ولو وقتيه، على اساس اليوم هيعدي كده او هيعدي كده، هو فهيعدي بسعادته، هيعدي بمشاكله، فالافضل ندور على سعادته الاشياء اللي بتخلينا سعداء. وكل سنه وانتم طيبين، وحضرتك طيب، اتمنى لكم سعاده مستقبليه دايما يا رب. ولحضرتك اكيد. متشكر منكم. بنشكر حضرتك جدا على الاتصال. على اتصالك. اهلا وسهلا. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. نكمل بقية الكومنتس. الكومنتس ازاي؟ معلش انا اللي مهيبره. طيب. في أمنية خليل، اكتر حاجة بتخليني منشكحة اني اشوف جوزي مبسوط واسمع صوت ضحكته. يا رب. طيب يا جوزها خليك مبسوط وخليك منشكح على طول. وانتي برضو يا أمنية بنتمنى لك ان انتي تكوني دايما مبسوطة ومنشكحة عشان تعرفي تبسطيه. اكيد. تالت كومنت من ميرفت شاذلي. اسكتي خالص. السعادة شيء جميل، ويا رب تكون بالأفعال مش بالكلام فقط، والواحد بيبقى أكتر سعادة بزيارة بيت الله. أكيد طبعا يا مدام ميرفت شاذلي كلمتنا على فكرة، بعتت لنا كومنت تاني، فبشكر حضرتك جدا. ندى على فكرة انتي مش نافعة معايا سيزون 2، يعني احتمال يطلع معاك الحلقه الجايه محمد عادل. ماشي. هنخش بقى. قولي اتكلمي. في كلنا بنندم على مواقف او تصرفات، بس السعيد زي ما قلنا من شويه مش بيبص وراه، وده هيفضل وكده مش هيفضل ندمان لفتره طويله. ماشي، اكيد طبعا هيبقى في تقدم. يعني ما بصش ورايا زي ما قلنا على الاخطاء اللي فاتت. هو في ندم وفشل واخطاء. ايه الحلقه قلبت ليه كده؟ الوجع مش فاهمه في ايه بالظبط. الحلقه راحت مود غريب قوي يعني. بلاش البوينت دي، مش عايزين نخش على البوينت، نخش على بعديها. طيب، مرتبطة بأول حاجة قلناها في الأول، إننا ما نهتمش بتوقعات المجتمع. يعني في ناس وظيفتها على طول تسأل اللي حواليها ما اشتغلتش ليه، ما جوزتيش ليه، ما خدتش النهارده ولا ايه؟ ده انا ببقى نفسي ايه رخامه، ايه ده رخامه، خلاص مش اسلوب يعني يا جماعه، دي حاجه فظيعه. ما بقولك ببقى نفسي اقتلهم. ما اشتغلتيش ليه، انا حره. اهم حاجه ان انت ترد عليه وبثقه جدا. مالك انت، مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت، مش شغلتك انت خالص، مش حدتك انت خالص، مش موضوعك انت خالص، مش شغلتك ده ابسط رد. ده اقل واجب. ده احلى رد محمد عادل معانا على ميكسر النهارده. انت بتصدمني بانسرتاتك النهارده والله بجد تحفه. لا بجد والله بتصدم بالانسرتات النهارده كلها. انا مصدومه فيها لان يمكن اول مره اجربها، انتوا جربتوها اعتقد الحلقه اللي فاتت. على العموم ثانيه انا هكمل، حكي براحتك.
السعيد مش بيهتم بكل الاسئله دي او بكل المواضيع دي كلها. بيكبر دماغه من كل ده وبيشوف السعاده اللي تخصه او اللي بيعرف بيعرف يحققها. والحاجه اللي هتخليه سعيد ومنشكح اكيد بيعملها، وحتى اللي مش هتخليه سعيد ومنشكح بيعملها عشان اكيد برضه هتطلع من وراها حاجه يتعلم منها واخطائه يصلحها والكلام ده. وزي ما قلنا في لما دخلناها سوا اللي هو شخبط على كل الافكار اللي بتنكد عليك وعيش لحظتك. يعني عيش لحظتك. دايما اي حد يقول حياتك يعني انا بجد الكلمه دي ملاحظاها في بقى اليومين دول، اي حد يقول عيش لحظتك. ايه عيش لحظتك دي؟ يعني مش لازم امسك يعني كل الكلام اللي احنا قلناه النهارده ان في ناس كتيره بتقعد تمسك على الغلطه اللي غلطتها وغلطتها ليه، ولو كنت عملت كذا ولو كنت مش عارفه ايه. الناس اللي بتفكر في الماضي والناس اللي بتفكر في المستقبل. عيش لحظتك، عيش الحاضر بتاعك ودور على الحاجات اللي بتبسطك. اكيد هتكون شخص منشكح وسعيد. خلصنا الحلقه النهارده جريت معاكم بسرعه جدا، مع ان يمكن اول مره اطلع هوا وساعتين، بس بجد انبسطت جدا. مش هم ساعتين مع الناس خالص. انبسطت جدا النهارده في اول حلقه من سيزون 2. دودو كنت النهارده بصراحه فظيعه، كنت يعني حاسه ان انا هقتلك بصراحه بس تمام مسكت اعصابي الاخير. اكتر حاجه حلوه يعني ان ندى النهارده يعني معانا في الصيف. ربنا يخليك يا دودو. اي نعم هي زورها وجعها من كتر الضحك والكلام، بس معلش يعني هي اضطرت ان هي تنزل. يعني لازم انزل طبعا، ما اقدرش ابعد عنكم. وحشتي الناس. انا بشكر كل الناس اللي شاركت معانا في حلقتنا النهارده سواء بكومنت او باتصال. بقول لكم ميرسي جدا، ويا رب دايما تكونوا مبسوطين وسعداء معانا. بالظبط هنشغل اخر اغنيه ست الحبايب للحاجه وفاء اللي اتصلت بينا، وبنقول لكم استنونا ميعادنا الجمعة الجاية إن شاء الله. إن شاء الله من الساعة 2 للساعة 4 على راديو MTI إذاعة تتحدى الجميع.